كان الوقفين في صلاح الدين وتكريت الدور الكبير لدعم السلم الاجتماعي وتوحيد الرؤى ومحاربة الفكر المتطرف لبناء مجتمع على أساس المحبة والأخوة وحفظ الأمن. علينا جميعا أن ندرك قضية أن السلم لا يتحقق إلا بالعدالة، وأن نعمل على أساس واحد وهدف واحد ومشترك واحد في سامراء وصلاح الدين. وهنالك أشياء تعزز السلم، منها مدير التعاون لبناء مجتمع ومحاسبة المقصر أيا كان مشربه وأيا كانت مرجعيته. إشعار أبناء هذه المناطق في صلاح الدين وسامراء على قيمة الدماء التي سالت من أجل التحذير، وأن السلم لا يكون إلا عندما يشعر أبناء هذه المحافظة بقيمة الدم الذي سال. فالسؤال عجيب، فمن مبلغي عن الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب ذبيح بلا جرم كأن قميصه بماء الرجوان خطيب. السنة تعتقد أن الحسين شهيد حق وأنه خرج لأجل قضية، ونعتقد نحن ونجزم بها أمام الله أنه خرج بالحق. نعتقد في جوارحنا وفي قلوبنا أن آل البيت لهم قيمة عليا، ونعتقد في قلوبنا أنهم هم شفعاء يوم القيامة. هنالك مشتركات كثيرة تربط ما بين أبناء البلد الواحد، لكن واجب اليوم على الجميع. اليوم شيخ عمار متفضل بهذه الجلسة ومشايخنا الكرام، هذه الأجواء الروحانية، الصلاة معطرة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الكرام، هذه إذا وجدت في البلاد تسود السلم، لكن السلم لا يتحقق إلا بالعدل. على المرجعية أن تحاسب المقصرين والذين يسيئون لواجهتها. المغيبين إن كانوا مطلوبين للقضاء، نحن مع أن ينال المجرم قصاصه. البريء اليوم أمه وأخته وزوجته وبنته تنتظر عودته. مدرسة الهادي المنبع للوسطية والاعتدال علينا أن نعمل على إعادته للواجهة، كما نعمل على إنشاء دور عبادة تدفع للوسطية. علينا أن نحيي شعائر الكبير في سامراء وأن نعيده للواجهة. أسأل الله أن يحفظ دماء العراقيين وأن يمن علينا وعلى سامراء وصلاح الدين وكل أبناء محافظة صلاح الدين بالسلم والرعاية. نحن في الوقف السني في سامراء وتكريت يد واحدة، أنا والأخ وضاح والأخ محمد، داعمين لأي سلم يكون للمرجعية الرشيدة. النظرة الكبيرة لسامراء، سامراء تحتوي على قبرين مهمين هما الحسن العسكري والإمام الهادي عليهم السلام. سامراء لها الإرث التاريخ الإسلامي الكبير. سامراء تحتوي على جعفر الزكي ونرجس خاتون، وتحتوي على قبرين كريمين هما الإمام أحمد الراوي والشيخ أيوب الخطيب. هنالك مشتركات كبيرة في سامراء. إذا عملنا على إيجاد المشترك ما بين هذه المناطق سننجح وسيتحقق السلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ الجميع، مع أن يحاسب المقصر ومع أن يعود الغائب إن كان بريء، وأن يحاسب ويدان في القضاء. وفقنا الله وإياكم.